شيخنا، السحر والقبور، السحر والجثث الأموات، السحر والكفن، السحر. نسمع قصص وأنا تجيني اتصالات أحيانا وفي ناس تسألني هذا السؤال، لكن أنا ما شفت. إيش خبرتك شيخ في السحر مع المقابر؟ خبرتي بالنسبة للسحر في المقابر من زمان خبرة طويلة، لكن بالنسبة لوقوفي لها يعني كوقوف شخصي بالنسبة للناس مسحورين موتى، هذه من النادر. من القصص اللي سمعتها وتراودكم كثير انه الناس تعتقد انه السحر في المقابر من اقوى انواع السحر. ليش؟ لأن القبور هذه عليها ملائكة، والقبر الواحد فيه أكثر من 30 ميت، فمنهم الصالح ومنهم غير ذلك، فعليها ملائكة القبور. فيعتقدوا أن السحر في وسط المقبرة هذه، في وسط القبر ما يفتح. ليش؟ عشان الملائكة. فأغلى سحر وأقوى سحر اللي هو سحر المقبرة، قد يصل السحر إلى 5000 ريال. شيخ، شنو تقصد سحر المقبرة؟ شنو يعني؟ يعني طبعا في بعض الموتى يجوا مجهزين مغسلينهم في بيوتهم أو في مكان، خاصة في بعض الدول بالنسبة للنساء ما يغسلوا إلا في نفس البيت. فطبعا يجينا معاه تصريح الدفن وتبليغ الوفاة جاهز. إيه جاهز، نصلي عليه ونوديه على القبر. القبر هذا ينزل مع زحمة الناس. طبعا أنا جالس فوق، أنا أنزل أقرب الناس له، فيجي مع زحمة الناس يوضع هذا السحر إما تحت رقبة الميت أو تحت ظهره أو بين يده، وما حد يشوفه. ما حد يشوفه طبعا بخفة. كيف نحن نعرف إنه هذا سحر؟ السحر هذا لما نجي تتنظف القبور، الدود يأكل كل جسد الميت ما يخلي شيء، ويأكل الكفن، فيبقى هذا السحر إما موضع الرأس أو موضع تحت ظهره أو عند رجله. على شكل شنو هذا السحر؟ هذا السحر جمعتها في علبة الحليب النيدو الكبيرة، من طلاسم إلى حدائد إلى يعني كتابات كذا غير معروفة، مربعات فيها حروف، كلها موجودة في الجرائد وعندي صورها. عفوا شيخ، والخبيث الساحر يدفن مع الميت؟ نعم، باعتقاد انه عليه ملائكة ما يقدر يجيبوا القرين. يعني لو السحر حصل في في اخر القطب الجنوبي ممكن انه القرين يجيبه، لكن في داخل المقبرة لأقوى سحر ما يخرج السحر هذا الا اذا فتح القبر. فهذا من اقوى انواع السحر اللي في المقبرة. لكن الشاهد في هذه القصة يا اخويا نبيل، ان بعد ما جمعت هذه الكمية واتصلت بالشيخ علي المقبل، الشيخ معروف الشيخ، نعم، على اساس اني اديله السحر هذا، لاني ما اعرف، انا ما هي اختصاصي. نعم نعم. خاف احرقها يتلبس السحر فيها، خاف في ناس متخصصين اللي في ناس متخصصين في الحاجة. وما لقيت الشيخ، لكن عرفت انه جاء جدة، وقلت اني اروح اودي له هذه العلبة. اقسم بالله العظيم، شوف في هذه الليلة ان العلبة يا شيخ كانت في موضوعها في سيارة ولدي، ما حد يسوقها ولا حد يقربها، في محل ما يخطر على بال أحد، تحت الاستبنة محطوطة. يوم جيت رايح للشيخ اتخفت العلبة كاملة، وفيها أكثر من 1000 سحر. اختفت كاملة، حتى إني مسكت ولدي وحقق معاه ولا تحقيق الشرطة. كيف اتخفت؟ سألت أحد المشايخ قال منهم فيهم هم يشيلوها، نفس السحرة الشياطين الجن يشيلوها. ولغاية يومك هذا أنا مستغرب، علبة كاملة فيها أكثر من 100 سحر وطلاسم. من اللي وضعها في المكان هذا؟ أنا وضعتها وما جمعتها. أيوة، ما يدري حتى ابني يروح سير عمل ما يدري عني، يودي سيارة المغسل يغسلها وما يدري إن هذه تحت الاستبنة. واختفت فجأة كده، وأنا قيدي أمس. يمكن شيخ واحد نظف السيارة. أبدا يا شيخ، أنا أمس حطيت فيها سحر وجيت اليوم عشان أوديه للشيخ. سبحان الله. يعني ما مضى على وضع للسحر في العلبة 12 ساعة. طيب يعني السحرة يتقصدون المقابر والأموات لدفن السحر ولا؟ طبعا أهل الميت والنائب ينزل الميت مشغولين، ما يخطر على بالك. يعني مرة اتصلت علي إحدى الأخوات تقول لي أن
أو أحد الأخوة عفوا إنه وجد شخص يجي في المقبرة في الليل ودفن شيء تحت جنب قبر، يقول راح شافه ولا طلاسم. دفنه بالليل ظن إنه ما في أحد يشوفه، وطلاسم عند القبر يدفن. يعني شو الخبث اللي فيهم؟ نعم والعياذ بالله.